بص يا جابر، انا مش هقف عند هذه التفاصيل على الاطلاق. اللي اعرفه انا ان ميشيل دان دي انا اعرفها دي من زمان. اولا دي باحثة امريكية متخصصة في الشؤون العربية والمصرية. تمام. وهي تتقن اللغة العربية. تمام. وجات المنطقة وكانت تشتغل قبل كده في السفارة الامريكية في مصر، وبعدين راحت اشتغلت في مؤسسة كارنيجي. دي من اهم المؤسسات البحثية الامريكية. ميشيل دان خبيرة محترمة جدا في بلدها في الشؤون المصرية والعربية. كويس. وانا اعرفها معرفة جيدة بحكم ان انا كنت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الاهرام. تمام. ورئيس تحرير السياسة الدولية، وبالتالي بتعرف على كل هذه الشخصيات. تمام. من ضمنهم ميشيل دان. وهي شديدة الذكاء، وكانت وبتتابع كويس قوي الامور المصرية، ومعظم ما يكتب عن مصر بتكتبه هي. اللي حصل ان ميشيل دان كانت منبهرة بالثورة المصرية، ثورة 25 يناير. وجات هنا مصر وتابعتها وكل حاجة. لما حصلت ثورة 30 يونيو والتخلص من حكم الاخوان، زيها زي كتير من الباحثين الامريكان. خد بالك يا جابر، المشكلة دلوقتي دي لازم نفهمها كويس. دول ناس ما تفرقش معاهم الثورة مش الثورة. كل اللي هم حافظينه ان كان في حكم خد بتاع الاخوان، حصل فيه الرئيس المخلوع اسمه ايه ده، مرسي، على 51%، واصبح رئيس الجمهورية في انتخابات رسمية. واخد بالك؟ هم النوع ده بقى يقول لك بما انه يعني هذا الرجل اللي هو منتخب ديمقراطيا، وبالنسبة هم يفهموها مش يعني اللي هي نسبة 51 و 52 دي هم طبعا يعتبروا هي بقى ديمقراطية الحقيقية. واخد بالك؟ فاعتبروا ان كل ما حدث انقلاب عسكري. طبعا كلام فارغ. وهي لما كانت بتيجي هنا بتقول لها بص شوفي، الشعب المصري هو الذي اتى بالاخوان من خلال الانتخابات، وهو اللي اطاح بيهم، وهو اللي اداهم الشرعية، هو اللي سحب منهم الشرعية. وهذا الكلام كله كلام فارغ واللي انتوا تقولوه ده، لان انتم طريقه تفكيركم طريقه تفكير تقليديه. تمام. انما الشعب المصري مر بثوره حقيقيه خرج فيها ملايين مصريين رفضوا في حكم الاخوان بعد ان اثبتوا فشلهم الذريع بعد سنه واحده. تمام. الست طبعا من النوع الباحثين اللي هم لا هي تحب الاخوان ولا تحب بتاع، انما هم لهم طريقه تفكير معينه اكاديميه. مش هي بس، عشرات من الباحثين الامريكان اللي هم والاوروبيين اللي هم بيفهموها بهذا الشكل. ده بيستلزم مننا يا جابر ان احنا يعني ناخدهم واحده واحده، وتعالوا فهموا. دايما انا كنت بقى لها تعالي مصر واقعدي وسط الشعب وشوف هل ده انقلاب ولا مش انقلاب. دي ثوره حقيقيه قام بها الشعب المصري، لانه رفض الاخوان بعد سنه من حكمهم. تمام. وانا اعتقد ان هي مع الوقت ابتدت تكتشف ان كلامها وكلام امثالها من الباحثين الاوروبيين والامريكان مش كلام مظبوط. ولذلك انا ما كنتش مبسوط ابدا لما انها تيجي وبعدين رجعوها من المطار. ما تقوليش بقى مساله اجراءات ومش اجراءات وبتاع. انا ما اعرفش في الحقيقه كانت هنا هي فعلا مساله كده مساله اجراءات، ولا انها استبعدت نتيجه مواقفها المعاديه للنظام المصري الراهن. انا ضد الاخوان 100% زي ما انت عارف، وانا ضد كل العك اللي بيتقال. اي حد يقول كلمه انقلاب ده كلام فارغ وكلام يعني حقير لا يجوز. بس انا كنت اتصور ان باحثه بهذا الثقل نقنعها، ما نطردهاش، ما نرجعهاش بلدها. انما عشان انا كنت حزين من اللي حصل، والنتيجه طبعا بقى ان قامت الدنيا وطلعت، لان هم في امريكا بيحترموها جدا كباحثه ليها وزنها. فانا كان رايي انها تيجي، تعالي يا ستي قابلي الناس وقابلي وشوفي الشعب المصري، وقابلي الاحزاب السياسيه، وشوفي بقى ان كان كلامك ده مظبوط ولا مش مظبوط. ويعني وبالعكس انا لو حتى كانت استدعى الامر انها تقابل رئيس الوزراء او حتى رئيس الجمهوريه، واخد بالك، لان هي دي الطريقه للتعامل مع هذا الطراز من الباحثين اللي هم لهم وزن تقيل. انما مشيت ورجعت، وانا مش سعيد بالطريقه دي، لانه في الحقيقه من الممكن جدا ان احنا ندافع عن قضايانا بشكل اكثر يعني حكمه من كده. ده على الاقل رايي يا جابر.